تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. الزمالك مستمر في ركوب قطار الانتصارات بفوز بهدف نظيف على الإنتاج الحربي. مش هتكلم في تحليل وفنيات، وانتوا أكيد اتهاريتوا من الكلام ده سواء في التلفزيون أو على البرامج الموجودة على اليوتيوب. أنا عندي بس كام نقطة سريعة. شيكابالا قبل ضربة الجزاء غير شيكابالا اللي بعد ضربة الجزاء. مش قادر اتخيل ازاي ضياع ضربة جزاء يأثر بالطريقة دي على شيكابالا كابتن فريق الزمالك. كنت متخيل ان شيكابالا عنده من الخبرات اللي يخليه يسيطر على نفسه ويفضل جوه الجيم للاخر. بديل ايمن حفني مش ستانلي، بديل ايمن حفني الوحيد هو محمد ابراهيم. هو اللاعب الوحيد في الزمالك اللي يقدر يعوض غيابه وبنفس طريقة اللعب ونفس الخطورة. ايمن حفني من اول ما اشتكى كان لازم يخرج. الفترة ما بين ما اشتكى لغاية ما اتغير الزمالك كان بيلعب ب10 لعيبة. مبروك، الزمالك اخيرا تعاقد مع لاعب اسمه اسامه ابراهيم. محمد ناصف بيقدم مستويات ممتازة ولسه هيعلى عن كده كتير. نزول محمد ابراهيم كان لازم يكون على حساب ابراهيم صلاح التايه، مش معروف عنده قدرة كبيرة جدا على النزول لغاية منطقة جزائنا وسحب الكورة لقدام، وده اللي كان هيختصر على محمد ابراهيم مجهود كتير. حلو الجول، لا حلو بجد. اوت تتلعب بسرعه، محمد ابراهيم اتحرك بسرعه، استانلي قطع على القريبه، باسم موت نفسه على الكوره، جول. هو باسم مرسي لما كان بيرجع ورا قوي لغايه ما كنا بنشوفه عند منطقه جزاء الزمالك كان بيعمل ايه؟ الزمالك ايام المغفور له مؤمن سليمان ما كانش بيعرف يلعب 5 تمريرات ورا بعض. الزمالك دلوقتي بيلعب بال17 وال18 تمريره صحيحه وفي نص ملعب الخصم. الحقيقه لما بشوف شكل الزمالك دلوقتي وبفتكر ايام مؤمن سليمان ببقى عايز اذكره بالفاظ يعاقب عليها القانون. يلا الحمد لله، اخيرا الزمالك بيتحرك صح، ولو اللعيبه تحملت المسؤوليه واسترجلت مع حلمي هنرجع ننافس ونشكل ضغط كبير جدا على المنافس. هي اللعيبه اللي قصدت انها تاخد الانذار الثالث عشان تتوقف ماتش الشرقيه وتلعب ماتش الاهلي، هي دي تعليمات جهاز ولا افتكاسه من عندكم؟ لو تعليمات جهاز فلازم واقفه معاهم، لان ماتش الشرقيه ما بيقلش اهميه عن ماتش الاهلي، الاتنين ب3 بونت. وانا يا فرحتي لما تتوقف ماتش الشرقيه ولا قدر الله اتعادل او اخسر واروح العب قدام الاهلي وانا معنوياتي تحت الارض. اما بقى لو دي افتكاسه من اللعيبه فدي فرصه ممتازه ان مجلس الاداره يخصم من كل واحد 100,000 جنيه. اقول لك خليهم 150 وهيبقى عندك كل الحق وكلنا هنقف وراك. يلا عاش الزمالك. الاخبار اللي بتتكلم عن ان الزمالك عايز يبدل رمزي خالد بحسام باولو كارثه، صفقه كارثه. اصعب موسم على اي لاعب بيجي الزمالك من اي نادي تاني هو الموسم الاول. ضغوط، جماهير، واختلاف اهداف بين الفريق القديم اللي لو وصل رابع الدوري بيكون انجاز، وبين الزمالك اللي المركز التاني بالنسبه له فشل. احنا بقى بعد ما رمزي عدى الموسم ده لا ولعب معانا في افريقيا واخد خبراتها هنسلمه لسموحه تكمل بيه في الكونفدراليه وناخد منها لاعب فوق ال30، يعني بالكتير قدامه موسمين ونجرب بقى هينفع معانا ولا لا. باولو اللي كان هداف الدوري مع الداخليه وسموحه مش لازم ابدا يكون هداف في الزمالك. ولنا في اكرم عبد المجيد عبره. صفقه خسرانه ويا رب يا رب ما تتم. معروف يوسف ماشي في يناير، مايوكا بنسبه كبير هيحصله. ازمه الدولار في مصر لسه مستمره، واحتماليه ان الزمالك ما يخلصش كمان في ستانلي بيع نهائي كبيره جدا. السؤال هنا للاخوه في قطاع الناشئين في الزمالك، مفيش واحد ابن حلال منكم يقعد مع الكابتن حلمي كده ويقول له انا عندي واد فروت حكايه؟
ولا واد عفريت ينفع بديل ممتاز لايمن حفني؟ طيب ديفندر بنفس مواصفات معروف. طيب هي مرتباتكم انتوا بتاخدوها ليه؟ طيب ما نقفل قطاع الناشئين ونوفر فلوس مرتباتكم دي يا عم، والفلوس اللي بتتصرف على الولاد كمان في القطاع، ونشتري جاهز من بره على طول. ده احنا من يوم يوسف اوباما يا مؤمن ما خرجناش لاعب، واللي الناس كانت مستنيه منه حاجه هرب، اللي هو طبعا خليل نيمار. على العموم الزمالك في حاجه ضروريه، وقبل ارسال القائمه الافريقيه لراس حربه. جعفر كمان عايز يمشي، عمرو مرعي من انبي، احمد جمعه من المصري، صلاح امين من الانتاج، اعلى 3 موجودين دلوقتي. بلاش تفكير في اي حد تاني ابوس على دماغكم. ممكن بالمره نبقى نرجع خالد قمر، غير كده بلح. نهايه الحلقه اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوناش في لايك وشير واشترك معنا في القناه. اخيرا شكرا ابطال السله، عرفتوهم مين بجد ملوك الصالات، اصله مش كلام وخلاص. أنا هفضل أحبك